السلام عليكم. اليوم نتحدث كيف رح نسوي منسف دجاج بشكل سريع. زي ما انتم شايفين المنظر روعة والطعم أطيب. أول شي رح نبدأ فيه هو أني نقعت الدجاج مع ليمون وبهارات. في العادة ممكن أغسله مع طحين وليمون بس. بعد ما نظفنا الدجاج عن البهارات بحط عليه زيت نباتي. طبعا أحضره عشان أحطه ينشوي على الشواية بالفرن. هون أضفت معه بصل. بعدين حضرت الجميد، حطينا الجميد نقعناه بمي ساخنة. الجميد بعد ما نقع تقريبا نص ساعة خلطته في الخلاط، صفيته وحطيته في الطنجرة. طبعا هون أظل أحرك فيه مع شوية كركم بهارات منسف لحد ما يغلي. في هذا الوقت يكون الدجاج ينشوي في الشواية في الفرن. الرز منقوع. أول ما بدأ يغلى عنا الجميد، الآن الدجاج أطلعه من الفرن وأحطه مع الجميد تقريبا نصف ساعة. ما ننسى أنه أضفنا على الجميد شنينة عشان أخففه بشنينة يطلع طعمه أطيب. أضفنا الدجاج على الجميد، طبعا يغلي على نار هادية لمدة نص ساعة. الرز نقعناه، غسلناه عن المي، حطينا معاه زيت نباتي ومي مغلية أكثر من الرز تقريبا بعقلتين أصبع لحد يغلي على نار عالية لحد ما تنشف المي، بعدين على نار هادية. بعدين حضرناه في السدر خبز إشراك وشربناه من شراب المنسف. حطينا عليه الرز الأبيض، الدجاج، البقدونس المفروم ناعم، اللوز، وهيك صار المنسف جاهز. ألف صحة وعافية على عينكم وعلى قلبكم، ويعطيكم العافية.